يا مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. طبعا دي كانت خروجة العيد، يعني الفسحه بتاعتنا اللي اتفسحناها بعد عناء طويل. قوم يا ابو عمر عشان نخرج، لا مش خارجين. قوم يا عيال عشان نخرج، لا مش خارجين. فين وفين، والساعه 9:30 بالليل تالت يوم العيد قرروا ان هم يقوموا يتمشوا شويه. رحنا قعدنا كده في راس البر. مش عارفه ابو عمر كان بيصور ايه، بس هو كان بيصور النيل، والناس ما كانش بيصورنا احنا طبعا. كله كان قاعد منسجم في الايس كريم. ما كانش حد فاضي فيهم. وبرضه ابو عمر كان بيصور الناس، ما كانش بيصورنا. عمر يعني ايه، كله بصراحة اكل ايس كريم. هدوم عمر وابو عمر كان شغال من ورا الكاميرا برضه ماسك اتنين، بتاعته وبتاعت ابو عمر. كل سنة وانتوا طيبين. طبعا اجا العيد راح العيد، ما حسناش بيه خالص. زي رمضان بالظبط، اجا رمضان وراح رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين. دي ايه يعني، ايه دي الخروجه بقى بتاعت الضمايطه بقى، يتمشوا على النيل. إيه في راس البر، يقعدوا شويه على اللسان، يركبوا مركب، ملاهي، حاجات من دي. دي الخروجات المتاحه عندنا في دمياط. وفي عندنا دمياط الجديده، بس طبعا ايه قليل اول لما بنروح دمياط الجديده، فما نعرفش حاجه فيها بصراحه قد كده. احنا عارفين راس البر كويس جدا، لان احنا عمرنا ما نروح بنصيف في راس البر، نأجر شاليه نقضي فيه الصيف كله، فاحنا عارفين راس البر. ده النيل طبعا، تحس ان ناس كتير ماشيه كده، كله ايه، كله ماشي بيغير جو للاولاد. كان نفسي اركب طبعا السجاده اللي ورا العاليه ديت، بس بعد ما قطعت التذاكر وكده نطلع انا والولاد، لقينا واحده اغمى عليها، قلت لهم لا والله مش هنطلع ابدا، خلينا في العربيات على قدنا. بس هي بصراحه هي جامده جدا، لعبه حلوه. تحس كده ان سما وايه وعلاء يعني ايه خارجين مغصوبين غصب عنهم، تحس انهم مش خارجين معانا اصلا، ماشيين لوحدهم. ده لما قررنا طبعا ندخل. بصوا بصوا بصوا، حاجة كده ايه، هي حلوة بصراحة، وكان نفسي ان انا اجربها. وكنت خلاص طالعين والتذاكر موجودة وجاهزة، بس ما واحدة بقى اغمى عليها بصراحة، خفت. فخدنا التذاكر بتاعتنا، طبعا مش هينفع ترجع تاني، دخلنا بيها العربيات في نفس المكان. العربيات دي مش عارفة طبعا هنا ابو عمر كان بيصور مين ولا احنا فين. لا ده احنا موجودين اهو. اول مرة طبعا ايه لحقنا، اول مرة تقريبا انا كنت انا وسما. اللي يلحق بقى ساعة ما تقف، اللي يلحق هجوم، اللي يلحق يطلع واللي ما يلحقش. اول مرة طلعت انا وسما. وقف بره ابو عمر وعمر وعلاء. ابو عمر كان بيصور، وزحمة جدا جدا جدا. بس ايه احنا بنقول ايه يعني، اهو الولاد يغيروا جو ويتفسحوا، يعني تغيير شوية من قعدة البيت. تعبنا من قعدة البيت ومن اكل الكحك والبسكوت بصراحة. ايه ده انا وسما اهوت بقالي ساعة بدور احنا فين. كويس اصلا ان العربية قادرة تمشي بصراحة يا سما. طبعا زي ما قلنا الولاد بتغير جو، كل سنة وانتوا طيبين، عقبال كل سنة كده يا رب. دي الخروجة الوحيدة بتاعتنا اللي احنا خرجناها. ما تأخرناش من 9:30 يعني ايه لما للساعة 1 كده بالتقريب. ساعة رايح وساعة جاي، وساعة نزعق للولد وساعة نزعق للأوه يلا يا بنتي يلا يا ابني. بقى أسوأ حاجة والله انا كنت تقول يلا عشان نخرج عشان نغير جو انا والولاد. متعبين جدا. خلصنا دور انا وسما، بعد كده اخدت عمر. بعد كده علاء قال لا انا كبير انا لوحدي محدش يقعد جنبي. طب يا كبير خليك مع نفسك بقى. طلعنا سما وخدت عمر، وانا مستمرة معاهم. يعني تلعبوا لوحدكم مثلا؟ لا كلنا يا جماعة مع بعض. تعالى يا عمر اقعد جنب علاء، قالك لا انا كبير واقعد لوحدي محدش يقعد جنبي. قلنا له حاضر يا سي علاء، خليك لوحدك بقى، اخر دور بقى لوحدك بقى. ابو عمر طبعا ملوش في الالعاب، ملوش في الكلام ده خالص. ابو عمر يتمشى معانا يصور وبس. طب تعالى معانا، قال لا. وكان يقضينا ساعتين حلوين، والولاد غيروا جو. وكل سنة وانتوا طيبين يا رب كده، وعقبال كل سنة. ما تنسوناش يا جماعة في اللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.